على بالك يعاودوا بزاف واحد الكلمه في التعليقات، يقول لك مادام راك تهضر على الجيش بزاف انت انسان عميل وخائن وراك تستهدف في الجيش الوطني الشعبي. يرحم بابكم يا خوتي بالعقل برك والمنطق. اللي يتمنى انه يكون جيش بلاده منتج للثروه، منتج للعقول، يستغل العقول البشريه، هذا عميل وخائن. يعني لي جينيرو هذوك يكريوا الجرائم ويبعثوا الجنود خلق الله مساكن لا حول لهم ولا قوه، خدامين على عائلاتهم، يظلوا يجروا في الحدود في جرائم يديروها لي جينيرو، تهريب الذهب، تهريب الزطله، المخدرات، من هذو كاع جرائم يديروها لي جينيرو، وهما يعني كبار المهربين في الجزائر. والجنود مساكن يظلوا يجروا للتمويه فقط، كونكوراهم يجروا مور المهربين باش يبريزونتوهم للنشره تاع 8. شوف الجيش واش راه يخدم. ولا مساكن يبعثوهم في البرد القارس ولا الصيف السخانه، يموتوا في الجبال بالحرائق وكذا، يظلوا مريحين في الجبال، لا خدمه ما يدير والو، هو ما كان لا ارهاب لا والو، زكاره فقط، كرها للعقل الجزائري والشباب. ثروه الجيش الوطني الشعبي المنتسبين له بالالاف، يقدر يتلحق حتى المليون منتسب. احسب شحال واحد في هذا المنتسبين من العقول الذكيه ومن العقول اللي تتمنى تقدم للجزائر شيئا ولكن لم تجد من يستغلها. على بالك نعرف انايا منتسبين للجيش الوطني الشعبي منهم من خططوا للعمران، داروا مدن، يعني هندسه مدنيه، هندسوا لمدن وقدموا ابحاث في مجال الطب، في مجال الاختراع الاسلحه، في مجال قل لي الادويه والماسلز هذو واللقاحات، ولكن لا حياه لمن تنادي. علاش لي جينيرو هذو ما يحتاجوش الابحاث العلميه ولا تقدم له دراسه ولا تقدم له شيء يقدمه للوطن، ولا لانه اصلا يعني هو خدمته البارد، الزطله، الكاشيات، المخدرات، تهريب الذهب والديامو تاع اسمه تاع عينا ميناس. يعني يحتاج يدير شركات ويجعل مؤسسة الجيش الوطني الشعبي مؤسسة منتجة ومنها. انسى يا راجل. والله الخيانة في هذا الكلام هذا، كي طالب انه مؤسسة الجيش الوطني الشعبي تستغل غير العقول برك المنتسبة اليها. احسب نتايا اللي راهم يجيبوا المعدل ب 18 ومنه يروح للمؤسسة الحربية للطيران، ولا يروح للامارين، ولا يروح للموشات، ولا يروح لكاش فرع من فروع المؤسسة العسكرية، ومن بعد يقعد هكذا. والله نعرف أطباء في عين نعجة، في يعني من خيرة ما أنجبت الجزائر، وقادرة تستغلهم الدولة الجزائرية وتدير بهم مشاريع. المهندسين المنتسبين إلى الجيش الوطني الشعبي يدير بهم مقاولات الجيش الوطني الشعبي، ويصبح الجيش الوطني الشعبي هو اللي يستلم المشاريع تاع البنية التحتية في الجزائر. ومن بعد يجي يشبهوا هذاك خونا شبه الجزائر بكوريا الشماليه. وش جاب كوريا الشماليه للجزائر؟ حنا نشبهوا لها في الديكتاتوريه فقط، اما التسليح كوريا الشماليه دوله نوويه. انت الرصاص ولا تنتجه الرصاص وما تخدموش في الجزائر. كونا افهموا يا جماعه، راه لي جينيرو الكبار في السن هما الخونه، والله ما نحن اللي خونه، هما الذين لا يريدون تطوير حتى هذه المؤسسه هذه. ماناش نقول لهم طوروا الجزائر، حتى المؤسسه هذه، لانهم علاش هما مش مشغولين بالمؤسسه. لي جينيرو هذوم قاده النواحي ومنا ماهمش مشغولين بالمؤسسه هذيك، لانه اللي مشغول بدارو يربي ولادو، واذا لقيت واحد ولادو ماشي مربيين عرب اللي ماشي مشغول بدارو وما يسمعش بدارو، كاع يظل هايم برا. هكذاك لي جينيرو يظلوا هايمين، التهريب، يتدخلون في السياسه، في الاحزاب، القمع، القتل، الجرائم، يعني يبتزون رجال الاعمال. هذه خدمتهم. لو كان جاو منشغلين بالمؤسسه، كاين شباب في المؤسسه وكاين رجال ضباط وطنيين ورجال يريدون التقديم للوطن، يقدموا في بحوث، في دراسات، في يعني يحاولون ان ينشئوا مؤسسات ناشئه ومؤسسات اقتصاديه تخلق الثروه للجيش الوطني الشعبي وتجعله مؤسسه مستقله على الخزينه العموميه ومستقله على البترول والغاز. يولي الجيش الوطني الشعبي يمول نفسه بنفسه وبدراهمه، يولي هو يسلف الخزينه العموميه، يولي باش كي تروح تفوت العامين ولا العام هذاك تاع لارمي تولي تتمنى يعيطوا لك تروح تفوت العام هذيك باسكو يخلصوك تروح تخدم ديريكت.
ماشي تروح يجي كابران يضربك وواحد يقول لك روح اطلع الكاريطه وروح ومن بعد تتعلم المخدرات وتتعلم تصطل، باسكو كاع اللي يروحوا للجيش يولوا يسطلوا ويولوا ياكلوا كاشيات ومنا، باسكو ما كان ما دير في الجيش، ما كانش واش دير. ها الخائن الذي اهمل مؤسسه مثل مؤسسه الجيش الوطني الشعبي. عن بالك التسليح وشراء السلاح من روسيا الوطنيه، هذيك هي الوطنيه يا ودي. حتى التسليح راهم ياكلوا فيه الملايير الممليره، وزيد فوق التسليح هذاك ثاني يحتاجوا قطع غيار ويحتاجوا يريباريو السلاح اللي شراوه وكذا، من يزيدوا ياكلوا فيه، يضخموا الفواتير وياكلوا الملايير. شوف نعطيك اكبر دليل بانه الجنرالات خونه للوطن، انهم ما قدموا ولا شيء لمؤسسه الجيش الوطني الشعبي، لا ينتجون شيئا ولا شيء. تخيل الامارات يا الرب العالي، احنا جيشنا اللي حارب فرنسا 7 سنوات وهو يحارب في فرنسا، اقوى جيش في العالم هذاك الوقت فرنسا، دوله نوويه حاربناها 7 سنوات وذليناها. الامارات تجي تعلمنا نصنعوا المرسيدس، والامارات تجي دير عندنا استثمار. الجيش الاماراتي ينتج ونحن لا ننتج. ولي لعقلك، ولوا لعقولكم يا ناس، خلي قلبك سيركوتي، اسمعني بعقلك ستعلم من هو الخائن. المخابرات الجزائريه بدل ما تدخل مجال المعلوماتيه ومجال الذكاء الاصطناعي، مجال الصناعه الالكترونيه، يعني التطبيقات، البنيه التحتيه، تسيطر يعني في هذا المجال هذا وتصبح هي الرائده في افريقيا في مجال المعلوماتيه، في مجال ولا شيء. مخابرات الجزائريه لا تقدم شيء، ظلوا يعسوا في الناس، خدمتهم يعسوا الناس. وريني مخابرات الجزائريه دارت كشمو، يعني حباك باللي المخابرات الروسيه سيطرت على الانتخابات تاع الامريكان. حنايا يعسوا في الناس ويعسوا في مكالمات الناس ويعسوا في فلان نشر في الفيسبوك روح رفدوا، وفلان هاوش راه قال فروح. ماذا تقدم المخابرات الجزائريه؟ كاع فروع الجيش الوطني الشعبي ماذا يقدمون للوطن الجزائر؟ ماذا يقدمون للاقتصاد الوطني؟ ماذا يقدمون للجزائريين كإضافة، كشيء يعني تجعلك تفتخر بهذه المؤسسة هذه؟ من غير الجرائم، القتل، السرقة، النهب، الخطف، حتى الفساد اللي كان صاري في وقت بوتفليقة لم يتدخلوا فيه لولا الحراك. وريني كاش المخابرات اعتقلت كاش واحد من المفسدين ولا اكتشفت قضية فساد، ولا لأنهم متورطين هما في الفساد هذاك. بعد جي تقول لي خائن وماكش وطن. إلى يومنا هذا لا يزال العبث نفس العبث. وريني كاش إنجاز دارتوا هذه المؤسسة هذه اللي راك تفتخر بها نتايا من غير الجرائم والقتل.